نثمن في هذا اليوم التضحيات الكبيرة للقوات الأمنية بكل صنوفها، حتى الحشود والشرطة المحلية، دوائرنا الاستخبارية، دوائرنا الإدارية التي قدمت ما قدمت اليوم. المؤتمر في الحقيقة يدور حول ما هي الإجراءات المتخذة لمكافحة مرض فيروس كورونا المنتشر عالميا، والجميع حضرتكم إعلاميين أيضا، ونجدد شكرنا لكم، كنتم ساعدنا الكبير في إيصال التعليمات وإيصال الإرشادات وتوعية الناس بحجم هذا الفيروس. في الحقيقة الإعلاميين في كركوك كانوا كالاختصاصيين في الدوائر، وقد كان لكم دور كبير في إيصال هذه الرسالة. الجميع يعلم بأن الآن أوروبا تعاني من تنامي المرض. اليوم ألمانيا كانت أيضا تحذير من المستشارة في أنه سيكون انتشار لهذا المرض في دول متقدمة علمية. احنا أيضا نفتخر بإنجازاتنا سواء في القوات الأمنية أو في الدوائر، في شركة نفط الشمال، في دائرة الصحة، في الدوائر الأمنية الساندة في خلية الأزمة، في الدفاع المدني، أنه كان كركوك أول محافظة عملت الحجر الصحي العلمي بعيدا عن المواطنين. والجميع يعلم بأنه مراكزنا للحجر دائما أصبحت بعيدة عن التجمعات السكانية لكي لا تثير قلق. شركة نفط الشمال كان لها دور كبير ومساندة كبيرة. وزارة الصحة كانت أيضا، المحافظة كانت، وقيادة العمليات بشخص السيد قائد المقر المتقدم كان يحمل الثقل الأكبر في إيصال التوجيهات ومتطلباتنا. احنا اليوم أيضا لكي نستذكر دماء شهدائنا الذين ضحوا في سبيل تحرير تلك المناطق والتخلص من داعش، وأيضا الشفاء لجرحانا. والجميع يعلم بأنه لدينا الآن، ربما السيد رئيس دائرة الصحة أكثر علمية ودقة في هذا، لدينا الآن 3 مصابين فقط في مركز الحجز في الحي الصناعي. الفحوصات الأخيرة أثبتت أنهم مشافين بشكل أولي، وهناك اختبار تأكيدي سيكون اليوم هذا الاختبار. فإذا ما جاءت النتيجة بشكل إيجابي فسيخرج أقل شيء 2 منهم ويبقى 1 ربما حسب المعلومات. هذا معناه أن هناك تطور في مكافحة المرض ومحاصرته. الأهم من ذلك أنه عدوى بينية ليست منقولة من الزائرين لم تحصل، هذا أيضا شيء مهم. لكن بوجود هذا الكم الإعلامي لازم نهيب بالمواطن أن يأخذ التعليمات بجدية، وأن يحسب حساب بأنه هذا المرض خطر وانتشاره سريع، وأنه يتحمل معنا فترة الإجراءات حتى وإن كانت قاسية، في غلق المحلات، غلق المطاعم، غلق القاعات، غلق المسابح، غلق الأشياء التي فيها تجمعات كبيرة. وأعتقد أنه مؤتمر اليوم سيكون هو توجيه لقواتهم الأمنية في أساس التعامل والاختلاط، في كيفية انتقال المرض، أيضا تحذير للجندي ربما لا يملك المعلومة الصحية الكافية في مثل هذا الأمر. شكرنا للسيد قائد الشرطة الاتحادية لمؤازرته لنا هذا اليوم وحضوره للاطلاع على ما يجري. نحن بقينا داعمين لكل القوات الأمنية، وأعتقد ما احتاجته القوات الأمنية من إدارة كركوك كان مهم ومهم جدا، أنه استطعنا أن ندعمها بكل ما نستطيع لتمكينها من أداء واجبها. هي تكافح الإرهاب ونحن علينا الإعمار. وأيضا في مثل هذا الأمر نذكر بأنه مسيرة إعمار هذه المدينة مستمرة دون توقف، وسنكون معا إن شاء الله أنه بعد 6 أشهر من هذا اليوم سنعلن كركوك ليس فيها حي غير مخدوم أو مبلط على الإطلاق.